السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الفل والورد والياسمين لو بتشوفوني بالليل، ويا صباح الستر والرزق لو بتشوفوني بالنهار. يا رب يجعل ايامكم كلها ستر وراحة بال. ولو انت الاول مرة بتشوفيني، انا ام حنين ودي قناتي. اتمنى تشجعيني وتدعميني باللايك والاشتراك والكومنت القمر زي كده، واكيد يا بنات على اشعار الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد وكل فيديو بنزله. النهارده جايلك في موضوع حلو قوي، وبالنسبة لي هو محور الكون بصراحة. هو موضوع مهم جدا واحنا كلنا بنمر بيه. ان ساعات كده بيجيلك اوقات ملكيش مزاج لاي حاجة، حاسة انت مخنوقة قرفانة متضايقة، وبتبقي مش عارفة تسيطري على البيت ولا نظافة البيت، مش عارفة دايما تخلي بيتك يكون ريحته كده زي الفل، ومش عارفة ارتب الاوض. كل ما ارتب اوضة تطلع الاقي التانية اتبهدلت، كل ما الاقي التانية اتبهدلت الاقي بعد كده الصلاة اكني ما عملتش فيها اي حاجة. والحاجات دي بصراحة بتخلينا كده مضغوطين، ونفسيتنا بتبقى مش احسن حاجة بصراحة. وساعات كده بيجيلك اوقات بتبقى خلاص اللي هو انا لا مش عايزة اعمل حاجة، اللي بعمله بتبهدل، فبهلك صحتي على الفاضي. تعالى اقولك كده بقى على كام فكرة والله العظيم لو عملتيها هيبقى بيتك نظيف. بصي في خلال 10 دقايق هيبقى بيتك فل شمعة منورة كده. كل اللي هيخش بيتك هيشهدلك بالنظافة والريحة الحلوة. وبعدين كمان كفاية الراحة النفسية اللي هتبقي فيها من ناحية النظام والنظافة. لان احنا دايما نفسيتنا بتبقى مرتاحة طول ما البيت نظيف ومترتب، تبقي انت حاسة ان انت بصي في قمة سعادتك، مرتاحة كده ومش مضغوطة ولا اي حاجة. وده من ضمن الحاجات دي اللي بتخلي عليها اساسيات، ان انت بتخلي بالك من جوزك، بتخلي بالك من ولادك، بتخلي بالك من صحتك، وبتعرفي تخلي بالك من دروسهم وامتحاناتهم. طول ما البيت رايق كده ومتنظم ومتظبط الدنيا كده حواليكي، بتعرفي تأدي بقية واجباتك اليومية كده وانتي مرتاحة. عكس بقى اللي احنا بنشوفه. يعني مثلا لو انت البيت عندك مكركب، تحسي كده دايما انت قاعده في عشوائيات والدنيا مكركبه حوالين منك ومدربكه، وما فيش نظام في قلب البيت خالص. وفي حاجات كتيره في قلب البيت انا ما بستخدمهاش وملهاش لازمه، ومع ذلك برضو ببقى محتفظه بيها. ودايما نقول دي خسارة، دي يمكن نحتاجها بكرة، دي يمكن نحتاجها بعده، في النهاية احنا ما بنحتاجهاش اصلا. يعني برضو في حاجات كده من الحاجات اللي احنا بنعملها. بنشيل هدوم الصيف نحط هدوم الشتوي. يعني في حاجات اصلا ما اتلبستش. يعني مثلا لو احنا دلوقتي احنا هندخل مثلا هدوم الصيف وهنطلع هدوم الشتاء، في حاجات في هدوم الصيف اصلا احنا ما بنلبسهاش، وزي ما هي بتطبيقتها ونحوشها بنطبقها ديت للسنة جايه بنفس التطبيقة. يا جماعة كل ده كراكيب ملهاش اي لازمه. لو انت ما احتاجتهاش في الموسم اللي انت المفروض تلبسيه فيها، يبقى مش هتحتاجيها. يبقى اول باول كده تتخلصي منها احسن، عشان هتفضل مكركبه عندك في قلب الدولاب وانت كده كده مش هتلبسيها. يبقى ده لحد يستخدمها هو ايه، ممكن يكون محتاجها اكتر منك يعني. احنا كده نلم الكراكيب اللي عاملين لنا زحمه كده، اللي احنا اصلا مش هنستخدمها وانت ما تبقاش عارفه اصلا انت هتستخدميها في ايه، فنلمها كده عشان المكان ما يبقاش زحمه. هو اصلا المكان محدود يعني ما فيش فيه اي حاجه، والمكان قد كده، فكمان هتحمليه كمان في كمان كراكيب. فمهما نظفت في قلب البيت هتحسي برضو الدنيا عندك مكركبه. ليه؟ لان في حاجات عندك في قلب البيت ملهاش لازمه، انت ما بتستخدمهاش ولكن برضو محتفظه بيها. فدي من العادات السيئه اللي احنا متورثينها. فلازم يا جماعه ايه، ننظف الحاجات دي كده اول باول، اللي ملهاش لازمه نرميها. فاحسن حاجه تعمليها يبتدي يومك وانت مرتبه اولوياتك وظابطه دنيتك، وعارفه ان شاء الله بامر الله النهارده هتعملي ايه وبكره هتعملي ايه. طبعا اول حاجه كده هتعمليها اول ما تقومي كده من على السرير هتخشي الحمام. انا عامله يا بنات في الحمام كده سبونشه، قلت عليها قبل كده كذا مره في القناه. السبونشه دي بحط عليها دايما، بحطها كده دايما في علبه بيكون فيها صابون. وكل ما بدخل الحمام كل يوم مره واحده بس كده في اليوم، صبحيه كده قبل ما تتوضي اعملي الحاجات دي. وهي ايه بقى، بقوم رايحه كده ماسكه السبونشه، واقوم كده ممشياها على الحوض وعلى القعده كده ربنا يعزكم. والفرشه كده بتاعت قعده الحمام بدلق عليها كده شويه كرول. انا دايما بخلي عندي في الحمام جيركنين اساسيين، جيركن يكون فيه صابون سايل او اوكسجين او شاور جيل، الحاجات دي يعني الحاجات اللي بتبقى سايبه ديت من عند الراجل بتاع المنظفات. الحاجات اللي بتبقى من عند بتاع المنظفات دي ما بتبقاش غاليه قوي يعني، وفي نفس الوقت ايديكي فيها ايه طول اليوم. والحاجات دي يعني ايه ما بتخربش الميزانيه يعني ولا حاجه. والجيركن التاني ده دايما بحط فيه كرول. فبيبقى عندي دايما الجيركنين دول اساسيين، واحد للكرول والتاني للصابون. تمام كده. بقوم ماسكه كده الاسبونشه، بقوم حاطه فيها كده الصابون السائل زي ما قلت لكم، وماشيه كده على القعده او على الحوض. يعني الحاجتين دول دايما بعملهم كل يوم الصبح. واقوم دلقه كده في القعده كده شويه كرول، وماشيه عليها كده الاسبونشه بشويه صابون، وبقت القعده عندي زي الفل. اروح دلقه كده حبه صابون كده في الارض، واروح ممشيه عليها كده بالمساحه، وادلق عليها كده شويه ميه، واقوم شاده كده. بقى عندك الحمام زي الفل. الست النظيفه بتتعرف منين؟ من حاجتين، بتتعرف من مطبخها ان هو يكون نظيف، والحمام كمان. وانت معديه كده من على السلم بتبقي شامه ريحه الشقه حلوه، دي كده بيتقال عليها ست نظيفه.
طول كده وش، وانت لسه طالعه كده من عند باب شقتها بتشم الريحه طالعه من شقتها، حتى لو هي فاتحه الباب كده بالصدفه بقى طالع منه ريحه حلوه. بيتقال على طول ان الست دي نظيفه وريحه بيتها نظيف. يعني انا على طول اول ما طالعه كده مع السن لو شميت ريحه حلوه وطالعه من قلب شقه اي حد من الجيران بقول بسم الله ما شاء الله الست اللي فيها دي نظيفه، حتى من قبل ما اخش لا اشوف شقتها ولا مطبخها ولا اي حاجه، هو الجواب بيبان من عنوان. فدايما خلي عندك مطبخ نظيف على طول وحمامك نظيف على طول، بتبقى على طول شقتك تبقى دايما ريحتها نظيفه. طب كده انا كده شطبت المطبخ والحمام واتوضيت. شفت الحمام طبعا بعد ما اتوضيت وكده وبقى الحمام عندي هادي ونضيف وزي الفل. وانا خارجه مش هخرج طبعا بايدي فاضيه، وانا خارجه هخرج معايا الفوطه بتاعه الحمام اللي احنا اصلا مخصصينها للحمام. دي الفوطه دي يا جماعه لازم تتغير كل يوم، اساسي لازم الفوطه تتغير كل يوم، لانها بتبقى مكمكمه. يعني مثلا لو حد مثلا من الولاد بالليل اتشطف قبل ما يخش ينام يعني استحمى ونشف بيها وكده، فريحه الميه بتبقى عامله ريحه وحشه وبتبقى مكمكمه في قلب الفوطه. فلازم كل يوم لازم يتحط فوطه جديده نظيفه في قلب الحمام. ده غير كمان لما انت كل يوم بتجددي الفوطه، اولا الفوطه عمرها بيطول معاكي يعني وتعيشي وتدوبي، لكن لما تبقي سايباها بالكام يوم ريحتها بتبقى مكمكمه وريحتها بتبقى مش الطف حاجه، ومع الاستهلاك الكتير ما تعرفيش تحافظي عليها. لكن اول باول كده تغيروا الفوطه وتحطوا فوطه جديده كل يوم عندك، تبقى الدنيا عندك تمام وتبقى ايه الحته كده نظيفه وزي الفل. طلعت كده بقى من الحمام، دخلت كده اوضتك، اتوضيت كده وصليت الحمد لله. بروح قايمه كده على طول مرتبه السرير بتاعي، ومعايا حته كده فوطه كده تكون قطن ماشيه كده على حروف السرير وعلى الكومودينات. لو عندك على الكومودينو كده كوبايات من بالليل او طبق كده بالليل كان فيه فاكهه او لب او اي حاجه يعني من الحاجات دي والكلام ده كله، باخده معايا وانا طالعه. وطبعا اكون مروقه التسريحه كده وشايل الحاجات اللي عليها ومرتباها. واساسي برضو لازم اكون مغيره الملايه. طبعا الملايه بتتغير يوم ويوم، يعني يوم او يوم لا. اليوم مثلا انا هغير في الملايه تمام، الا اليوم اللي انا مش هغير في الملايه اكون شايله كده الملايه منفضاها ومفرشاها تاني من اول وجديد كده ومشداها كده، ما يبقاش فيها حته كده منعكشه، ما يبقاش فيها حته طالعه وحته نازله، ابقى مظبطه كده ايه الدنيا بتاعه الاوضه بتاعتي. وبعد كده مع التكرار اليومي اللي انت هتعمليه دي، الاوضه مش هتاخد معاكي 10 دقايق. 10 دقايق هتكوني مخلصاها وملمعاها وبصي ومظبطاها اخر تظبيطه، لان مش هيبقى في بعد كده اي حاجه خالص ولا غباره حتى عليها. ودايما يا بنات خلي عندك كده ازازه من الازاز العطريه ديت. انا بقى كده بقوم جايبه زيت نوع كده من العطر اللي انا بحبه، واقوم جايبه كده سرنجه وبحقن بيها المخدات واحنا نايمين، فبحيث كده وانت نايمه كده بالليل تبقي شامه ريحه حلوه وانت نايمه. دي بتبقى عطره ريحه حلوه قوي قوي، بتفضل قاعده مده طويله معاكي في قلب المخدات في قلب الخداديات، بصراحه بتبقى حلوه قوي. حتى بعد ما بتخلصي تنظيف الاوضه بتاعك وبتقفليه، الريحه اللي بتبقى في قلب المخدات بتبقى طاغيه كده في قلب الاوضه، فبتيجي تفتحي باب الاوضه بتشمي ريحه نظافه ما بعدها نظافه، بتبقى حلوه قوي قوي. وطبعا كده برضو قبل ما بخلص بقوم مديه الاوضه كده كنسه كده بالمكنسه كده على السريع، ولو في اي حاجه كده في البلاط ببقى اكون ملمعاها برضو بمعطر اللي هو بتاع الارضيات. طبعا زي ما بقولك مع التكرار اليومي انت هتحسي ان الموضوع معاكي بقى سهل كده وبسيط ومش بياخد منك وقت خالص. فطبعا كل اوضه مش تاخد معاكي زي ما اتفقنا 10 دقايق. وطبعا كمان من بالليل بتكوني كمان مبيته كده على المطبخ بتاعك، ما تكونش سايبه فيه اي حاجه، فبتصحي تاني يوم بتبقى الدنيا عندك رايقه وهاديه، يعني تعرفي كده تشربي بقى كوبايه الشاي واللبن بتاعتك كده بمزاج، قاعده كده ايه متسلطنه، انت عارفه ايه، انت عارفه انت هتقومي تعملي ايه، فما يبقاش عندك الدنيا مكركبه ومكومه عليك وطلبات على طلبات. فدي بتبقى حاجه من ضمن الحاجات اللي بقى تعب اعصابنا، يعني اللي هو بيبقى فيه ضغط نفسي، انت عايزه تقومي تجري تلفي حوالين منك وتبقى عايزه مش لاحقه تخلصي اللي ورا منك وبتاجلي ده لليوم ده، فده على ده، فبتيجي تبص تلاقي عندك الدنيا بقت مكركبه وعليكي طلبات وضغوطات ومبتبقيش انت عارفه تعملي ايه ولا ايه. فلما تنظمي وقتك وتنظمي حياتك اول باول كده هتحس عندك الدنيا بقت هاديه ونظيفه، واللي ما يتعملش النهارده يتعمل بكره، بس نعمل الحاجه باتقان عشان ما نرجع لهاش تاني يوم نلاقيها تاني اتبهدلت. لكن اقعد ارقم حاجات على حاجات واسيب الدنيا كده تضرب تقلب كده وانا نايمه في العسل ومش في دماغي اي حاجه وماسكه التليفون ليل نهار ومن التليفون للتلفزيون ومكبره دماغي من كل حاجه، لا كده ما ينفعش خالص، دي كده ما تبقاش عيشه يا جماعه. احنا نيجي بعد كده نقول الدنيا ليه بقت عامله معانا كده، احنا ليه على طول في نكد. عايزه اقول لك على حاجه من ضمن الحاجات اللي بتجيب نكد في قلب البيت وعواكس، والله العظيم الحاجات المكركبه. الحاجات المكركبه دي يا جماعه بتجيب طاقه سلبيه جدا جدا في قلب البيت، وبتخليك انت بصي مش طايقه نفسك، ومهما تنضفي البيت ما بيبقاش باين فيه. ليه؟ بسبب الحاجات الكركبه اللي حوالين مننا، وبسبب ان احنا بنكروت في التنظيف. فبتيجي تبص تلاقي عندك انت عملتي زي ما عملتيش، فده ما ينفعش خالص. لا، يبقى اسلوب حياه ما بيننا ان احنا لازم نعمل كل يوم الحاجات دي عشان ما نخليش حد يجي يخش يعدل علينا.
اللي انا ممكن ابقى بشوف ناس ممكن تبقى قاعده سايبه البوتاجاز بتاعها بالاسبوع ما بيتغسلش، ومترقم بقى زيوت ودهون واكل وقرف، بقى الحاجه مش حلوه خالص. وكمان بلاقي فيه كمان يعني ممكن يجيلها حشرات بسبب التراكم، الحاجات اللي هي بتبقى سايباها دي، ما بتنضفش المطبخ كويس، ما بتنضفش البوتاجاز كويس، بيبقى فيه فتافيت اكل بتبقى مرميه يمين وشمال، فبتيجي تبص تلاقي نمل، ونمل يجيب صراصير وحاجه بتبقى استغفر الله العظيم يا رب. والدنيا عندها بتبقى مش احسن حاجه خالص، والريحه مهما نضفت برضه المطبخ، ريحه المطبخ عندها بتبقى دايما وحشه ومكمكمه، بسبب ان هي ما بتنضفش المطبخ اول باول، ما بتطلعش الزباله اول باول ترميها. الحاجات ديت بتعمل حاجات وحشه جدا في قلب البيت، وريحه وحشه جدا في قلب البيت، وبتبقى دايما ريحه البيت عندها مش حلوه، فدايما نيجي نقول هي ريحه البيت ليه وحشه؟ طب ده انا لسه مروقه، برضو بسبب الحاجات البسيطه اللي انت ممكن شايفاها ديت، بتعمل حاجات مش كويسه خالص في قلب البيت. كذلك الامر كده، خلصت كده اوضتي، دخلت كده على الصاله اللي هي اوضه الضيوف اللي احنا بنستقبل فيها الضيوف. يكون برضو كده معايا فوطه قطن كده تلمي لي كده التراب، لو في مثلا الانتريه بتاعي فيه خشب فيه باين، امسكه كده اقوم ملمعاه من التراب لو فيه. حتى لو ما فيش في تراب، ايدك لما تكون فيه كل يوم هيبقى معاكي زي الفل، والخشب معاك هيعيش، والقماش معاكي مش هيبقع ولا اي حاجه. انت تمسكي الخشب بتاعك تلمعيه، وتمسكي الانتريه بتاعك كده تنفضيه تنفيضه حلوه كده، وبالمكنسه تقومي كنساها، حتى لو انت قايله لا ده وانا لسه كنساه مثلا امبارح بالمكنسه مش هيجرى حاجه، ما فيش حاجه هتخسر يعني، عيدي عليها تاني برضو تاكيدا، ومشيها كده المكنسه كده على الارضيه، هتيجي تبص هتلاقي عندك الاوضه بقت هاديه ونظيفه وزي الفل. وبالمعطر كده قومي رشه كده على الانتريهات برضو بتاعتك المعطر بتاعك. بس طبعا واحنا بننظف قبل ما نرش المعطر بنبقى مهويين. اهم حاجه برضو من اساسيات النظافه ان احنا لازم نهوي الشقه كل يوم، لازم تهوي الشقه، فتحي الشبابيك، لو عندك في الحمام شفاط افتحي الشفاط، المطبخ كذلك الامر افتحي الشفاط، افتحي الشباك بتاعه، لازم تخش شمس ويخش هواء تجدد من طاقه البيت وتخرج الريحه اللي مش كويسه اللي مكمكمه في قلب البيت. فاحنا كده يبقى احنا كده خلاص خلصنا كده الشقه، خلصنا كده الصاله قفلناها، رشنا المعطر بتاعنا، طلعنا بقى كده من الصاله، دخلنا كده على اوضه العيال. وطبعا ليه انا بقول لك خلي اوضه العيال في الاخر؟ عشان خاطر طبعا هم تبقى انت كل اللي انت عملتيه ده، لو انت روقتي اوضتهم الاول بعد كده دخلت على الصاله ودخلت على الاوضه، هتلاقيهم يخرجوا لك من هنا لهنا لهنا، هتبقى الدنيا مكركبه خالص. فانت خليهم كلهم في قلب الاوضه بتاعتهم، وخلي الاوضه بتاعتهم اخر حاجه، يكون هم خلاص خلصوا بقى لعب وفرق يمين وشمال. بتخشي بقى بعد كده انت بقى بتغيري الملايات بتاعتهم طبعا. لو عندك اطفال، يعني انا مثلا باوقات كتير بغير الملايه كل يوم، لكن انت مثلا لو الاطفال بتاعتك مثلا ما بتكركبش كويس، يعني مش بتكركب كتير، عندك ولاد كبار، فالملايات بتتغير 3 مرات في الاسبوع، يعني يوم او يوم لا، دول اساسيين. حتى لو الملايه شايلها نظيفه برضك لازم تغيريها، يعني ما تقوليش مثلا ده الملايه نظيفه هسيبها شويه لما تتسخ وكده، لا 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 ما ينفعش، لازم تغيريها حتى اول باول، مش هتاخد معاكي وقت في التنظيف، يعني لو فيها بقع ولا حاجه مش هتبقى مستعصيه عليكي. برضك من مطرح ايدين العيال تبصم كده على الملايات، لا اتنعكشت لا مش عارفه ايه، فالافضل ان انت تغيرها يوم او يوم لا، ده لو عندك الولاد كبار. لكن لو عندك صغيرين زي حالاتي يبقى امرنا لله، لازم نغيرها كل يوم. صدقوني بعد كده والله العظيم بتحسي براحه نفسيه كده، وتحسي ان البيت هادي كده ونظيف وتمام. وحتى كمان انت لو جالك ضيوف كده على غفله، يعني كان زمان عندنا مثل يقول لك ايه، اكنس بيتك ورشه ما تعلم مين هيخشه. فالمثل ده بصراحه انا مؤمنتش بيه الا بعد ما اتجوزت، كنت دايما يعني ايه خلاص يا جماعه، هو في حد له عندنا حاجه ما يجي ولا يجيش ما يجيش، كنت انا بعمل كده وانا صغيره. لكن لما كبرت وفهمت لا الصح المثل ده صح، اكنس بيتك ورشه ما تعرفش مين هيخش. دلوقتي انت بتروقي ما تعرفيش مين هيخبط على الباب ويجي لك، طب خلي حماتك مثلا اتصلت عليك وقالت لك انا جاي لك دلوقتي، وانت مش مستعديه بقى، لا البيت نظيف ولا المطبخ نظيف ولا اي حاجه، تيجي تبصي تلاقي نفسك بتجري حوالين نفسك كده زي النحله في قلب البيت، ما انتش عارفه تعملي ايه ولا ايه. وطبعا بقى بتجي لك انت يا دوبك يعني لسه يا خلصتي تنظيف يا ما خلصتيش، يبقى شكلك منعكش مش عارفه ايه. طب وعلى ايه؟ ما احنا في ايدينا ان احنا نعمل كل ده. واحنا يعني لو رتبت امورك ورتبت اولوياتك هتلاقي نفسك انت عارفه تظبطي دنيتك وتظبطي بيتك. ودايما اقول لكم تاني، اهم حاجه المطبخ والحمام ما يتسابوش، وخصوصا كمان المطبخ من بالليل كده ما تسيبيش فيه كوبايه، يعني لان المطبخ بصوا بقى عامل زي والعياذ بالله، بصوا بيتكاثر، يعني حطيتي طبق ولا معلقه ما فيش ثواني وتلاقي الحوض اتملى. طب جه منين؟ طب ازاي؟ عشان انت رقمتي ازازه مع معلقه مع طبق. طب اخر اليوم هبقى اغسل، هتيجي تبصي على اخر اليوم هتلاقي الحوض بقى مليان، هتكسلي ونفسك هتتسد منه، فهتقومي تخشي تنامي وتقولي الصباح رباح. ما ينفعش، اول باول كده. حتى كمان علموا اولادك لو هم بيشربوا في كوبايه، اغسلوا الكوبايه وعلقوها، بمعلقه اغسليها وشيليها اول باول كده، الحوض ما عندك مش هيتراكم ومش فيش حاجه عندك هتبقى مكركبه، فهتيجي تبص تلاقي المطبخ عندك نظيف، انت نفسيتك هتبقى مستريحه.
فدي من الحاجات اللي بتبقى تعبه نفسيتنا بصراحه، ان بيبقى عليكي ضغوطات كتيره في قلب البيت وحاسه ان انت لوحدك وما فيش حد اصلا لا مقدر تعبك ولا انت حتى بتعملي كل حاجه، وبتيجي تبصي تلاقي كل حاجه مش في مكانها. النظام اساسيات النظافه، لما تحددي اولوياتك ده اساس النظافه. لما هترتاحي بعد كده هتبقى عندك وقت لنفسك، وقت لولادك، وقت لجوزك. فده من الحاجات اللي لازم الواحد يهتم بيها يا بنات. انا والله العظيم كنت الاول كده كانت الدنيا عندي مهرجله وما كنتش عارفه السر فين، لكن بعد كده لما قعدت مع نفسي ونظمت وقتي كده واولوياتي بقت الدنيا عندي، بص بقى اليوم طويل وبقيت اعمل فيه حاجات كتير، بدليل اهو انا قاعده بسجل لكم. ودايما برضو دوره الغسيل عندك، انت شوفي انت بتغسلي ازاي، بتغسلي مثلا يوم او يوم لا، بتغسلي كل يوم. يعني مثلا انت لو زي حالاتي وعندك اطفال فهتضطري برضو بتغسلي كل يوم، فما تبقيش غسيل على غسيل. يعني يومك تحطي غسيل تشيلي غسيل تنشري كده، يعني اللي هو ما تكركبيش عندك، ما تكوميش الحاجه عندك. لو هتاخد عندك دور واحد بس كده في الغساله ولا دورين احسن ما تكركبي وتسيبيهم الثبات مليان، وتيجي تبصي بقى في يوم عايزه تغسلي وتطبخي وتروقي وتعملي وتبقى عندك الحاجات بكميات كتير. يعني مثلا الغسيل لو حبه صغيرين مش هياخد معاكي وقت خالص، غير لما يكون كتير عندك هتيجي تبصي طب انا هغسل امتى واخلص امتى وده وده وده، وتيجي تبصي لا دي عندك برضو من الحاجات اللي بتبقى ايه مكركبه يعني حوالي منك. فاول باول كده تخلصي من الحاجات دي كده اول باول، حتى لو حاجه بسيطه وانت شايفاها بسيطه ما تبقيهاش، خلصيها اول باول. فالحاجات دي اساسيات لازم كل يوم اعملها. ربنا يا رب يملى شقتنا وشقتكم بريحه الجنه، ويملى شققكم كده يا رب بالهدوء وستر وصلاح الحال يا رب العالمين. اتمنى الفيديو يكون فاتكم، ودمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.